صلوا على النبي كده بقى وخليكم معايا نركز كلمتين. انا ما عنديش قناة مع حد ومش مشتركة مع حد وما اعرفش حد. ولما تلاقولي فيديو على قناة تانية اتعاملوا كده ببساطة عادي. لان في ناس يا حرام عايزة تسترزق فمش عارفة تعمل ايه. الله يعينها على ظروف الحياة ويرزقها. بس اللي اقدر اقوله ان هي دي قناتي الوحيده بس. لان الناس غلبانه، يعني الناس ظروفها صعبه. الله يرزق كل من كان ويدي كل من كان ويوسع على كل من كان. بس حكايه ان انا اخد فيديو من فيديوهات قنوات كتير عشان يعني تجيب لي، لا الناس تحبني انا وجهه نظري ان الناس تحبني انا. بس انت كاتبه اسمي وكذا، انا ما عنديش كده بقى، انا مش مع حد. يمكن انت حبتيني فوالله ربنا يرزقك، مش هقول لك حاجه. بس يعني انا شايفه ان الموضوع كله ان ربنا يكرمك يا رب يا حبيبتي ويخليكي لابنك ويوسع عليكي ان كان عندك اولاد تانية، ربنا يديك الخير عشانهم. بصوا هقول لكم على حاجه. الناس ظروفها صعبه، الناس ظروفها تعبانه، فبلاش نضايق عليهم، ما نخنقش الحلقه عليهم. خلي اللي يشوف ياخد. لا اصلا انا مش لاقيت فيديوهات ليا لنفسي، ده فيديوهات لقنوات كتير وفيديوهات لناس تانية. الله يرزقها بعيد عني. بس بلاش انت كاتبه اسمي وماله، يلا انت بتحبيني او مستغليه الاسم او مستغليه ايه، مش حب. هو انت مستغليه يعني محبه الجمهور ليا فعشان يخشوا؟ لا يا حبيبتي، هو ده يعني ده ربنا يكرمك ويوسع عليك ويزيدك من فضله. ما تحاوليش خليكي انت لوحدك، دايما هتجيبي كتير مع نفسك، هتجيبي كتير. ما تستغليش حد علشان توصلي. بس مش عارفه اقول لك حاجه، علشان مع الوقت ممكن ايه انت يجيلك فول ستوب خلاص، انت فاهمه. بس عادي، انا شايفه ان الموضوع في اليوتيوب كله ده عادي، يعني مفيش مشكله. ناس كتير بتاخد فيديوهات، ناس كتير مفيش مشكله. الناس مش هتطلع تعمل حلق حوش عليهم يعني. بس الواحد مش راضي يتكلم، هقول ايه؟ ربنا يرزق الجميع، لان الحاجه وحشه، الاحتياج وحش يعني. فانا مش لاقي حاجه اقولها. ماشيه زي الفل اهي. اصلك انت هتاخدي فيديوهاتي، انت مش انا. الجمهور ناصح، الجمهور واعي، يعني انت مش انا مطبخ منى بس مش وحاجه. انا مطبخ منى ماليش دعوه بحد. خليكي فاكره كده، انا يا جماعه مطبخ منى فقط، مش مشتركه مع حد. انا مطبخ منى، اي حد تلاقوه حاطط فيديوهاتي يا تسيبوها وهو ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بعيد عني، يعني انتوا فاهمين. لكن ما حدش يستغل اسم حد مع حد، ملوش لازمه.
في 100,000 مطبخ منى يعني، بس انا لقيت فيديوهاتي عندك. ملوش لازمه يعني، الواحد ما بيحبش يتكلم ايه مع حد. ربنا يرزق الجميع. هي الشهرة في الأول وفي الآخر ليا لوحدي يعني، مش أكتر ولا أقل. بس أنا أحب الناس يوم ما تطلع باسمها هي. ليه بقى؟ عشان تتحبب نفسها هي. لكن هتحطي اسم حد عشان تتحبي، في الأول وفي الآخر خسرانة يعني. وربنا ما يجيبش خسارة لحد. ثواني. أنا أهو ومعيش حد. كنت عايزه اقول الكلمتين دول في فيديو، واديني عملت فيديو واتكلمت. اي حد تلاقوه حاطط فيديو ليا ما تعملوش افوره، قولوا له شيلوا يا تسيبوه، علشان دي ارزاق، والارزاق بالله طبعا، وربنا ما يجعلناش سبب في قطع رزق حد ولا الكلام على حد. بس هو القصه كلها ان يعني ملوش لازمه. اما انا اطلع محبوبه بنفسي، بدل ما اجيب اسم قناه تانية كبيره واحطها جنب مني واقول فلان مطبخ منى وفلان، لا ملوش لازمه، لا مطبخ منى ولا اقول مثلا فلانه هقول حمدي وفاء ومنى. طب ما هو ليه يعني؟ انتوا فاهمين؟ لا ملوش لازمه، ملهاش لازمه خالص والله، ملهاش لازمه. ليه؟ علشان هي الناس بتتعرف في الاول وفي الاخر ان هي الاساس هو هنا، الاساس هو هنا، هو هنا مش في حته تانية. فربنا يرزق الجميع ويدي الخير لكل من كان، ويوسع على كل من كان، وما يحوجش حد وما يوجعش قلب حد يا رب. اللهم امين. ويديكي ويرزقك ويخلي لك لابنك، ان كان معاكي ولاد تانية ربنا يرزقك بيهم. الحمد لله، وربنا يسترها معانا ومعاكم. اللهم امين يا رب العالمين.